كصانع محتوى ان انا اشتغل على كل المنصات في نفس الوقت، ولا اركز على مثلا على انا مثلا بتاع يوتيوب اركز على يوتيوب بس او على فيسبوك بس؟ طيب انهي الافضل؟ هدفك في الاول ايه؟ ده سؤال مهم لازم تساله لنفسك. انت هدفك في الاول الانتشار وخلاص، ولا هدفك في الاول ان انا ابقى معروف مثلا في منصه اليوتيوب، زي مثلا على سبيل المثال دروس اونلاين احمد ابو زيد، طبعا معروف في يوتيوب، قناته تقريبا 8 مليون، ده بيدي دروس في الانجليزي وفي التحفيز وفي الانجاز وفي كل حاجه، بدايته يوتيوب، مجاله يوتيوب. بدأ يشتغل انستجرام وتيك توك، ما نجحش، ما جاش ما معاه. جاش معاه خالص. اه. فهو محتواه معمول ليوتيوب. فهي دي الفكره. انا نصيحتي انا في الاول لما حد بيجي لي كونتنت كريتور، لا بشغله على كله، بشغله على تيك توك وبشغله على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى يوتيوب لو عنده محتوى طويل. يوتيوب هو يحب المحتوى الطويل قوي جدا. اللي هو اكتر من 8 دقائق. فانت ابدا بالتوازي اللي هو شغال على كله. والله انت شفت ان في منصه اعلى من الثانيه، اديها وقت اكتر. يعني مثلا لو انت بتنزل فيديو في نفس الوقت، يعني خليه الاول على انستجرام وريح شويه، يعني بقيه المنصات خليها مثلا بعدها 5-6 ساعات، واخد بالك؟ حلو. فانت يعني في ساعتها الاهم عندك حطه في الاول، نزل هو عليه الفيديو الاول. بودكاست بالشقلوب.